لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله وكفى وصلى اللهم وبارك على نبيه الذي اصطفى وعلى آله وصحبه مستكملين الشرف. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أما السيد مدير المعهد الوطني المتخصص بإدارات الشؤون الدينية المعهد الوطني المتخصص بتكوين إدارات الشؤون الدينية والأوقاف سيدي عبد الرحمن اليولي، السيد رئيس أمن دائرة بوزقن، السيد ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي لدائرة بوزقن، إدارات الدولة، الطاقم الإداري، العائلة الثورية، عائلة المرحوم رشيد صيبي رحمه الله، أعضاء العائلة الثورية، الحضور الأفاضل، أيتها السيدات وأيتها السيدات الفضليات، أيها السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد أن أكون بين إخواني هنا إنني اليوم لجد سعيد أن أكون بين إخواني وأن أكون في هذا المعهد الذي تربيت وطرعت فيه ودرست فيه وكنت أستاذا فيه. فهناك من الأساتذة من كانوا أساتذتي وأصبحوا بعد مدة زملائي، وأيضا أنا بين الطلبة الذين درستهم. فإني جد سعيد أن أكون بينكم وبين حضراتكم.